انا ما جوزتش الراجل ده، وشفته امبارح لمده نص ساعه عامل معايا حوار، وكنت سايباه طول الوقت بره لان انا قاعده ده في بيتي كان الحوار ده، وكنت بقعد في اوضتي لو لغايه ما يجهزوا وبطلع وبهزر معاه وبتكلم معاه عادي، وانا ما اعرفش ان هو بيقعد فيديو وهو قاعد فتح مسج لحد وقال له انا هعمل ان انا صريحه هنخطب ترند. فهو كان الراجل ده جاي كان عايز يعمل ترند. اوكي. الراجل ده انا ما شفتوش في حياتي غير امبارح. طب انت في تخيلك هو ليه عمل كده؟ يعني هو ليه عمل التصرف ده؟ عشان يعمل ترند. ايه تاني؟ اكيد انا مش جميله الجميلات فيرجينيا عشان يعمل كده. وبعدين هو في واحد يقول انا اتجوزت من غير ما يتقدم؟ يعني طب انت قلت انت يعني البرنامج شفتوني امبارح انا لابسه فستان اخضر وهو والناس اللي كانت بتصور. هو الخطوبه دي مش في ام وفي اب وفي اخ وفي عزيم وفي، انتوا شفتوا اي حاجه كده؟ ده انا عايز اقول لك يعني انا كلمته لما لقيت الخبر اكدهولي. كذاب. 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 قال لي الخطوبه كانت امبارح وفي اطار عادي. الخطوبه كانت امبارح فين؟ انا ساكنه في 4 دار الجزيره يا جماعه، تعالوا شوفوا شقتي. انا كنت لوحدي امبارح انا وداده. لا ما انا بقول لك يعني انا استغربته بصراحه، لان انا رجعت له عشان اتاكد من الخبر، كلمتك وقتها كان رقم غير متاح. هو كذاب، ولو يا ريت حضرتك لو حطيته انا بص مش هتكلم عليه تاني. وانا فهمت دلوقتي هو بيجي مصر يعمل ايه؟ يجي يعمل ترندات زي ما عمل مع رانيا يوسف بس. هل في اجراء قانوني ممكن تاخديه ضده؟ ما يستاهلش. ما يستاهلش ابدا. طب والفيديوهات اللي هو صورها من البيت عندك، هل انت كنت على علم بيها ولا ما كنتش على علم؟ ده كان في البلكونه. اوكي. وكل المصورين دول كانوا مصريين. ما كانش في حد قريبي، كل دول المصورين والاضاءه بتوعه فاهمه. فانا عشان المنظر من البلكونه بتاعتي حلو، فكانوا بيصوروا، فانا قلت عادي يصوروا، ما عنديش مشكله يصوروا المنظر. اوكي. لا تصرف. لكن حضرتك معلش، الصحافه المصريه المفروض ما تنزلش خبر الا لما تاخده من مصدره. انا المصدر. انا لما اتخطب انا اول حد هقول انا، وكل جمهوري هيعرف ان انا اتخطبت لمين وفين. لكن انا ايه ده؟ هو للاسف زي ما قلت لك، انا كلمتك وقتها لقيت رقمك غير متاح، فكلمته هو لقيته بياكد لي الخبر وقال لي ان الخطوبه حصلت امبارح، وبعت لي صوره حتى. خطوبه امبارح؟ هو في اي حاجه تدل ان انا مخطوبه؟ حضرتك شايفني لابسه دبله حتى؟ ده فستان خطوبه ده؟ ايه يعني ازاي يعني؟ لا هو تصرفه غريب جدا ومش مفهوم. لا مش مفهوم. ويعني انا لازم اقعد يعني انا مش عايزه اعمل مشاكل بس لان هو ما شهرش بيا ولا اي حاجه. يعني لما يقولوا ان انا خطبت حوريه دي يعني مش تشهير. بس انت ليه تكذب؟ يعني افرض انا في حد في حياتي، ليه تعمل لي مشكله معاه؟ طبعا. الحمد لله ان انا مش مرتبطه، يعني الحمد لله ان انا مش مرتبطه والناس عارفه كلها ان انا مش مرتبطه. ليه تطلع تقول التصريح زي ده؟ بعدين انت جاي لي كممثله، انت مالك ومالي في حياتي الخاصه؟ انا اتجوز ما اتجوزش يعني انت مالك؟ انت جاي تكلمني عن فني، مش مالكش دعوه بحياتي الشخصيه. طب الحلقه بقى انت موافقه ان هي تتعرض ولا لا تتعرض. بالعكس لما تتعرض هيبان اصلا ده منظر واحده بتحب واحد. لا هو غريب جدا وموقفه مش مفهوم بصراحه، وان هو يطلع يقول كده من غير حتى ما انت تعرفي، يعني ده شيء غريب. يعني بس اقول لك على حاجه، هو حاجه حلوه ان انا اكون حلم جميل لواحد زيي. طبعا. يا ريت تكتب ده منشط. انا يا حاضر اكتب ده منشط. حوريه بتقول ده انا فرحانه قوي ان في ناس زي نزار الفاسي بيحلم ان هو يرتبط بي. مساء الخير اصدقائي. ردي على موضوع الاستاذه الجميله حوريه فرغلي. قالت معي البارحه من شفتها بالتصوير، انا كبرت بالعمر
بعد ما حد يحبني، مسوي عمليات تجميل، نفسيه تعبانه، من يرضى يحبني او ممكن اتزوج مره ثانيه؟ قلت له ويتيك عراقي، انا عراقي واخطبك هسه على الهواء مباشره، توافقين؟ قالت اوافق بالخطوبه. قلت له جيبي ايدك خلينا نقوم نرقص مع بعض، رقصت على اغنيه ماجد المهندس وهذا كله مصور راح ينزل برنامج. قلت انا خطبتك على الهواء، قالت لي موافقه. بعدين طلعنا للبلكونه صارت معها تصوير، قلت لها ممنوع تلبس لبس قصير، انا غار عليك، انا كذا، ووافقت وحياه حلوه. قالت حنتشاوف بكره نتعشى مع بعض والحياه حلوه وجميله. الكلام هذا كله موثق وموجود. انا احبها، انا احترمها، لما شفتها ما حد ما يرضى يتزوجك قلت انا اتزوجك، انا خطبتك على الهواء وهي وافقت، بالفيديو قالت انا موافقه. بس اقدر اقول لكم في الفيديو هي معانا بالصوت والصوره قالت انا موافقه وكانت فرحانه. تحياتي، وتذكروا كانت فرحانه ووافقت بالفيديو. اكمل، كانت فرحانه، هي تقول باللقاء انه انا ما في حد يتزوجني، كانت منكسره. قلت لها انا اتبرع اتزوج، ليش ايش تقولين؟ انت فنانه جميله وانا احبها، انا احترمها، انا اقدرها. اوكي؟ وقالت بكره نتشاوف، خلاص، ورحنا رقصنا مع بعض. استغربت من اللي طلعت قالت انه الكلام ده مش حقيقي واستغليني. استغربت. انت بالفيديو طالعه معاي بالصوت والصوره تقولين على البلكونه موافقه وفرحانه وسعيده، وانا من شفتك انه انت منكسره وتعبانه نفسيا قلت لك لا بالعكس، في ناس يحبوك، بعد في ناس يقدروك، انت فنانه كبيره، لو ما في حد انا موجود. قمنا رقصنا مع بعض وهذا اللي صار، لا اكثر ولا اقل. راح تشوفون الحلقه كيف من قلت لها الخطوبه فرحت جدا قامت رقصت وياي. مستغرب والله. في الصوت والصوره تقول موافقه، بعدين انا احترمها، انا اقدرها. فاللي صار على الهواء مباشره قلت لها ما دام انت تقولي ما حد ماكو يحبك ويتزوجك، انا عراقي موجود عمي اتزوجك واحبك وادللك. يعني فعلا من جمهورها واحبها، هي كلش محترمه وكلش راقيه. وقالت على الهواء موافقه وقمنا رقصنا مع بعض على اغنيه البرنس ماجد المهندس. راح تشوفون الحلقه. فصرحت، انا اشكر على تصريحها، بس ليش ما صرحت وياها على الهواء؟ قلت لها انا اخطبك كانت تقدر تقول لا، بس هي فرحت كلش خطيه بوقتها. ثاني يوم اليوم ما ادري شنو صار، بس اقدم لها كل الحب والاحترام واحبها. راح تشوفون حلقه تعرفون انه انا كلامي كله صادق والله العظيم، وحلقه راح تعجبكم. شلونك؟ خير حالك؟ شلونك يا خطيبتي الحلوه؟ بصي انا غير من هسه لبس قصير ممنوع. لبس قصير ممنوع، اصحاب كثير ماكو، ما اقبل. ما عندك اصدقاء وتسمعين كلامي بكل شيء لازم. عملي صرنا في السيد بقى. انا مو السيد، ولكن انا لازم كل شيء تشاركيني، تسمعين كلامي، تكوني مطيعه، وماكو اصحابي وماكو لبس قصير وماكو مجهوله، لازم كل شيء اعرف. كله ماكو. كله ماكو. كله ماكو. ويجي يوم يكون اكو، بس مو هسه، لازم شويه اشد عليك. لك انت ورد.